لو لقيت نفسك بتتنهد كتير خلال اليوم، فممكن دي ما تبقاش عادة عندك، وما هوش ملل ومش صدفة. أنا دكتور محمد علي، دكتور نفساني، وعايز ألفت انتباهك لحاجة صغيرة لكن هي مهمة. لما بنكون تحت ضغط أو مشغولين أو قلقانين، تنفسنا أحيانا بيتغير من غير ما ناخد بالنا. النفس بياخد شكل أسرع أو أقصر، ومع الوقت الجسم بيحاول يعدل ده تلقائيا. واحدة من الطرق اللي بيعمل بيها كده هي التنهيدة. التنهيدة العميقة مش مجرد تعبير عن مشاعر، ده جزء طبيعي من طريقة الجسم في تنظيم التنفس. عشان كده مش غريب إن ناس كتير تلاحظ إنها بتتنهد أكتر في فترات الضغط أو التوتر، وده ما يعنيش إن في مشكلة، لكن أحيانا بيكون تذكير لطيف من جسمك إنك أنت محتاج تهدى شوية، محتاج تبطأ الإيقاع شوية وتنتبه لنفسك. فالمرة الجاية لما تلاقي نفسك اتنهدت، بدل ما تتجاهل ده، اسأل نفسك سؤال بسيط: أنا شايل إيه اليومين دول؟ أحيانا الجسم بيلاحظ الضغط قبل ما العقل بيعترف بيه، ولو مهتم تفهم العلاقة بين النفس والجسم بشكل أعمق، تابع الصفحة.